السلام عليكم الاخوان الاخوات، نتمنى ان شاء الله تكونوا كلشي بخير. في هذا الفيديو بغيت نقدم لكم المحشي اللي هو واحد الاكله مشهوره عند المشارقه. وهنا غادي نقدم لكم محشي مختلف، فيه المحشي بالكروم، القرعه، الدنجال والخس. تبعوني في هذا الفيديو ان شاء الله غادي تعجبكم الطريقه. وهذا المحشي كيجي لذيذ بزاف، يلا خليكم معايا. هنا درت الدجاج، واحد البصيله، واحد الشالوط، درت شويه الهيل، ودرت ورقه الرمل والملح. كناخذوا مقيله وكنحطوا فيها واحد جوج بصلات كبار او ثلاثه متوسطين اللي كنفرموهم، يعني كنقطعوهم بحال هذا الشكل هكا، او ديروا في ديك الطحانه ديال اللي كتطحن القزبر البصله. وكنزيدوا عليه الزيت، انا هنا درت زيت الزيتون. غنحتاجو الثومه هنايا تقريبا واحد 10 تاع الفصوص هكاك، يعني تقريبا واحد الراس. كنزيدو التونه، غادي نحتاجو شويه ديال الكفته او اللحم المطحون او المفرومه. سلقنا الكفته مع البصله. هادي لاصوص تاع المطيشه اللي كنديروها باش تعقد لينا شويه، ممكن تكونوا طحنتوها ودرتوها تعقد. غادي نزيدو فيها واحد المعلقه ديال السمن البلدي. هنا عندنا النعناع، هذا النعناع، تحميره، كمون، فلفله كحله، قرفه، سكينجبير، شويش ديال الزعتر، شويش ديال الفلفل، الفلفله السودانيه، الملحه. وغادي نزيدو شويه د الحامض معصر، تقريبا واحد الحامضه هكا كويس. من بعد كنقطروه كما كتشوفوا. الشبت اللي هو البسباس، انا كان عندي هنا مثلج. وغادي نزيدو كزبر، غادي ديروا واحد الكميه كبيره. هنا غادي نزيد واحد شويه البصله اللي نكون شلتها مع الثومه، غادي نحطها خضره هكا ونحرك. بالنسبه للكرنب كتكونوا سلقتوه في الماء مغلى مع اضافه الكمون، ومن بعد كتقطروه وكتقطعوه، يعني كتحاولوا تقطعوه يعني قطع مربعه صغيره كما كتشوفوا في الفيديو. بالنسبه لهاد الطريقه ديال السلق ديال الكرنب، يعني طريقه حتى هي مميزه، لازم تكونوا عارفينها. ان شاء الله ننزل لكم فيديو ديالها. غادي ندير على البرانيه، غادي نحتاجوا البرانيه، انا ما عنديش هنا. غادي نحتاجوا جوج فلفلات، ونحتاجوا القرعه الخضراء. هنا كناخذوا القرعه كنحاولوا نزولوا لهداك القلب الداخل كما كتشوفوا في الشكل. وهنا يكون عندكم واحد المنخار اللي واحد السكين، يعني كيكون متخصص انه يزيل داك اللحم الداخلي ديال سواء القرعه او الدنجال. وصافي كتحتفظوا بهم بهذا الشكل هكا، ومن بعد كتبداو تعمروهم. بالنسبه للخس، يعني كتقطعوا الخس طري، وكتبداو تحشيوه بالروز، وتحطوه او تحاولوا تشكلوا منه بحال شكل بريوات. الفكره وهو ان المحشي ما كيعتمدش على واحد النوع ديال الخضر. ممكن المشهور هو الكرنب، الدنجال، القرعه، وحتى الخس، البصل، الطماطم اللي بغيتي.
ملي كنساليو صافي كنكملوا الحشوه ديالنا. دابا كناخذوا واحد الحله، واحد المرميطه، وكنحطوا فيها داك القلب ديال الدنجال ديال القرعه، كنوزعوه في الارضيه ديالو. ممكن تزيدي بطاطا او تزيدي البصله، ومن بعد كتبداي تحطي دوك القرعات، الدنجال، داك الخس يعني في القاع. ومن بعد غادي نبداو نحطوا فوقو هذا المحشي ديال الكرنب. بالنسبه للطريقه ديال كيفاش نحطوا المحشي، يعني دائما ملي كتحطي دوك الاصابع كتخلي واحد الفراغ ما بين كل اصبع، وفي نفس الوقت ملي كتبداي تعمري يعني بحال كتلاحظي خطوط، يعني كتحاولي انك كل مره تبدلي الشكل، يعني واحد المره تمشي في واحد الاتجاه، وملي كتكملي داك السطر كديري الاتجاه المعاكس صافي، وكتعمري الحله ديالك بهذه الطريقه. وهنا كتجي المرحله ديال انك تسقيه يعني بالمرق. الا لاحظتوا في الاول فيديو كنا سلقنا الدجاج وكنا درنا له واحد الاضافات، هذاك يعني داك المرق ديالو كنحتفظوا به، وهو اللي غادي زعما نسقيو به هذا المحشي. كنبقاو نضيفو حتى كيفوت لنا، يعني حتى كيغطي لنا المحشي ديالنا بواحد هكا صباع او اصبعين. وما تنساوش تحركوا المرميطه او الاناء باش داك المرق ينزل للقاع لتحت. الا ما عندكمش المرق يعني الطريقه اللي كيعتمدوها المشارقه هو انهم كياخذوا الماء وكيديروا له كيزيدوا مكعب وكيحطوه. هذه طريقه ثانيه، ولكن من الاحسن تكوني سلقتي سواء الماء ديال المرق ديال الدجاج او اللحم، كيكون يعني كيعطي واحد اللذه زوينه. بالنسبه لذاك الخليط ديال الطماطم اللي كان شاط لي شويه، يعني كان بقى لي واحد شويه، انا كنزيدو على هذا المحشي باش كيعطيه واحد اللون وكيعطيه واحد المذاق زوين. هنا ممكن تزيدوا الفلفله الحاره. بالنسبه للتوابل تحطوا اللي بغيتو. من بعد كي طاب لينا هذاك المحشي، انا زعما زدتو خشيتو في الفران، يعني زولتو حطيتو في الفران باش كيزيد يشرب مزيان وصافي، وكتقدميه بالطريقه اللي بغيتي، وصراحه كيطلع لذيذ وغزال. بالنسبه للخصي انا اول مره كنجربو، ولكن بالنسبه للقرعه، الدنجال، الكرنب، البصله، المطيش، انا هادو كاع جربتهم حتى هما كيطلعوا غزالين. وبالصحه والراحه، وان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو، والى اللقاء.